تقع يايتسا في قلب البوسنة والهرسك، وهي مدينة غنية بالتاريخ وجمال الطبيعة الساهرة. منذ أكثر من 50,000 عام تقف هذه المدينة بفخر متحدية للزمن، وتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. يقع شلال بليفا في مركز يايتسا، وهو واحد من أجمل 12 شلالا على كوكب الأرض. بارتفاع 20 مترا تنضفي مياه نهر بليفا إلى حضن نهر فرباس، مقدمة مشهدا رائعا يثبت أن الطبيعة هي أفضل فنان. بالإضافة إلى جمالها الطبيعي، تفتخر يايتسا بتراث تاريخي غني. داخل النواة التاريخية للمدينة عند سفح القلعة تقع كنيسة سانت ماري. غالبا ما تعرف هذه الكنيسة أيضا باسم كنيسة القديس لوكا، وقد مرت بعدة مراحل البناء من بازليكا رومانية بسيطة إلى تعديل قوطي مع برج جرس قوطية متأخر. خلال الفتوحات العثمانية تم تحويل الكنيسة إلى مسجد، لكنها أعلنت لاحقا كنصب تذكاري ثقافي. فوق المدينة ترتفع القلعة، العنصر المركزي للنظام الدفاعي عن يايتسا التي تعود إلى القرن 13. تحمس جدرانها عن التاريخ الغني والأحداث التي شكلت المدينة. كانت القلعة باعتبارها عاصمة ملكية سابقة تقدم إطلالة رائعة على المدينة والمناطق المحيطة، وتعيد الزوار قرونا إلى الوراء. Nalazimo se na srednjovjekovnom utvrđenju ovdje u Jajcu, jednom od najznačajnijih gradova u historiji Bosne i Hercegovine. Pored citadele i utvrde u Jajcu, također može se posjetiti cijeli niz drugih lokaliteta važnih za srednjovjekovnu prošlost Bosne, naročito u kontekstu osmanskog osvajanja. Ispod ove utvrde nalaze se katakombe hercega Hrvoja Vukčića, crkva Svete Marije sa tornjem Svetog Luke, medvjed Kula, također imaju i spomenici koji su vezani za druge periode i druge oblasti bosanske prošlosti. Riječ je o hramu Boga Mitrasa i o džamiji Esme Sultanije iz najnovije prošlosti Bosne i Hercegovine i Jugoslavije, dom zasjedanja Avnoja, gdje je rođena Federativna Narodna Republika Jugoslavija 1943. godine. واحدة من أكثر المعالم السياحية القادنة في يايتسا هي سراديب، كنيسة تحت الأرض مخفورة في الصخور في أواخر القرن 14 وأوائل القرن 15. هذا النصب الفريد يظهر كيف كانت الحياة قبل 600 عام، حيث تعبق الرموز الدينية للموت والحياة الآخرة داخل الكنيسة بروحانية خاصة. على بعد 5 كيلومترات فقط من وسط المدينة توجد بحيرات بليفا، أكبر البحيرات الطبيعية في البوسنة والهرسك. أنها واحة حقيقية من السلام، مثالية للاسترخاء والاستجمام. يمكن للزوار الاستمتاع بالتجديف وصيد السمك، أو مجرد الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. بين بحيرة بليفا الصغيرة والكبيرة توجد المطاحن، مطاحن مائية عمرها حوالي 400 عاما، وهي الآن نصب تذكاري وطني. هذه المطاحن الساحرة التي بنيت في العصور الوسطى تمثل فن البناء الحقيقي، وتتوافق تماما
مع المناظر الطبيعية مما يخلق واحة من السلام والجمال. زيارة يايتسة هي رحلة عبر الزمن والمكان، حيث يتشابك جمال الطبيعة والمعالم التاريخية مما يخلق تجربة لا تنسى لكل زائر. إذا أخذتك رحلتك يوما إلى هذه المدينة الساحرة، فلا تفوت فرصة استكشاف هذه الجنة الصغيرة على الأرض.